بسم الله. لتحضير وصفه اليوم غنحتاجو الخرشف وغنستعملوا الليغات باش ما يكحلوناش يدينا. الا ما عندكش الليغات راه غتغسليهم بالحامض وديك الكحوليه غتمشي. غادي نحيدو له هذا الراس وما غاديش نرميو، غادي نقيو حتى هو. اول حاجه كنديرو كنحيدو هاد الشوك هذا اللي في الجناب زيت الزيتونه من بعد كنجيو لهنا كنحيدو هاد الخيوط. بالنسبه للراس كنحيدو هاد التحتانيه هادي وكنقيو هكا. بعد ما نقيناه كامل غادي نهزوه ونعاودوا له اخر مره هكا نقلبوه الا نسينا شي حاجه، حيت هاد الخيوط كيديرونجيو فاش كنجيو ناكلوه. وبحال هاد الكبارين هادو غادي نقطعهم هكا على جوج، وما تخبيوش الماء فوق الخرشوف وتغطوه بالماء وديروا له الحامض لحق زعما تقولوا باش ما يكحاش، حيت الا درتوها غادي يتنفخ ويولي كامل خيوط وما غاديش يجيكم زوين في الماكله. غادي ناخذ الكوكوط ونديرو فيها الخرشوف، غنديروا له واحد رشيشه ديال الخرقوم، واحد رشيشه ديال البزر على حسب الكونتيتي ديال الخرشوف اللي عندكم، شويه ديال سكينجبير وشويه ديال الملحه باش ما يجيش باسل. عندي هنا واحد البصله مشلضه غناخذ منها شويه والباقي غنخليه للطاجين. غنزيد له عصير نص حامضه وغادي ندير له الماء بارد مع عادي ديال الروبيني. الخرشوف تيبغي ضروري يطيب في المرقه، هو كيجي صراحه في المرقه، مي الا تشهيتو هكا في الطاجين فهاد الطريقه راه كيجي بها بنين. صافي غنسد عليه، شعلت عليه البوطه وغنخليه حتى يغلى، عاد غادي نسد عليه ونصفر عليه واحد 10 دقائق. وعندي هنا الطاجين درت فيه اللحم، غادي ندير فيه زيت نباتيه او زيت الزيتون، هذه عندي مخلطه. غادي نخلي اللحم يتشحر. بعد ما غلات الكوكوط غادي نسد عليها غادي ندير له شويه ديال الملحه باش ما يجيش باسل وشويه ديال الفلفل الاسود ونخليه يتشحر مزيان. من بعد ما تشحر اللحم وضروري تخدموا اللحم يكون صغير، يعني اللي كتبغيو في الطاجين الا كان كبير
راه غادي ديري كلشي في الكوكوط، ومن بعد تقدمي الطاجين هكا الا سميتيه وصافي. غادي ندير البصله هنايا باش تطلق الماء ديالها مع اللحم. غادي نسد عليه ونخلي ديك البصله تسخن. من بعد 10 ديال الدقائق نخليو على الكوكوط الماء باش تبرد ونحلو عليها. صافي كيكون الخرشوف دخلو الطياب وغادي يكمل مع اللحم. دابا درتو فوق البوطه وغادي نخلي هذيك المرقه هكا تبخر باش تثقل، وغادي نستعملها في الطاجين. ما حد انا كنخدم الطاجين وهذيك المريقه كتعقد. البصله طلقات الماء ديالها، غادي نزيدو دابا واحد المطيشه محكوكه او مطحونه هكا في الهاشوار. انا كنطحنها. والثومه نسيت ما درتها مع البصله، ماشي مشكل. المهم دابا غنديرها مع المطيشه وانتم ديروها مع البصله هي الاولى. عندي هنايا الحمض مسير، غادي ناخذ حبه صغيره ديال المسير وغنخليها هادي نزين بها. غناخذ غير اللب ديالها. غادي ندير العطريه. عندي هنا معلقه صغيره ديال الكركم او سكينجبير، عفوا الزنجبيل او سكينجبير. عندي معلقه صغيره ديال الكركم او الخرقوم، راس معلقه ديال الفلفل الاسود او الابزار، رشيشه د الملحه. راه درنا الملحه في الاول مع اللحم ودرناها في الخرشف باش ما تجيناش كثيره. وهنا عندي الفلفل الحار اختياري اللي بغى يضيفو، ما غاديش نكثر، غندير غير شويه. وغادي نسد عليه ونخليه يتشحر شويه. في هذه الاثناء غنقطع واحد الربيطه صغيره ديال القزبور والمعدنوس، ضروري يكون طري باش يعطيكم مذاق زوين. دابا غادي نزيدو واحد شويه ديال القزبور والمعدنوس وغنخلي شويه باش نديرو الفرن. دابا غادي نهز هذاك الخرشوف وغادي نديرو فوق الطاجين. غادي نقادلو الشكل ديالو غير اللي قديت عليه حيت سخون. بعد ما قاديت له الشكل ديالو غندير له شويه ديال القزبور المعدنوس من الفوق. غادي ندير له الزيتون الاحمر، غادي ندير الحار الاحمر والخضر، راه حنا مغاربه باش يكون الطاجين مغربي 100% هكا. وغندير شويه ديال السودانيه هكا من الفوق، اختياري اللي بغا. غادي نسد عليه ونخليه يطيب على المهل. الا احتاجيت المرقه كما قلت لكم غادي نزيدها، ما احتاجيتهاش ما غنزيدهاش، حيت انا كنطيب الطاجين على المهل بزاف وما كنحتاجلوش نهائيا نزيد له الماء. المهم غنشوف معكم شنو غادي نديرو. والطاجين ديالنا من بعد ساعه ديال المكانه على نار مهيله. المريقه ديالو ما احتاجيتهاش، هذيك المريقه اللي قلت لكم. بالنسبه اللي عنده اللحم كبير شويه او اللي كيزرب على الطاجين في الطياب
يستعمل هذه المرقه فاش ينشف له الطاجين، يستعمل هذه المرقه. انا ما احتاجيتهاش وما نقول لكمش على الريحه واللي تشهات. سمح لي بزاف بزاف وبصحه والراحه.